بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتكلم اليوم عن آداب الطعام، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا النية. أنت عندما تأكل إذا جعلت نيتك التقوي في سبيل الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى فلك في ذلك الأجر. ثانيا الأكل الحلال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثالثا تجنب الأكل في أواني الذهب والفضة، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. رابعا، وهذا أمر أيضا ملفت أن يخصه الإسلام بالذكر، أن تجيب الدعوة، فإذا دعاك أحد إلى زيارة أو إلى طعام أو ما شابه فعليك أن تلبيه، وهذا من الآداب في الإسلام. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا عدم الإسراف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سادسا الاجتماع على الطعام، لأن في ذلك البركة، وقال صلى الله عليه وسلم لبعض الناس ممن كلمه: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. كانوا عم يشكوا أنه الطعام لا يكفي، قالوا نجتمعوا على الطعام. غسل اليدين، من الآداب أيضا في موضوع الطعام غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. وهنا في حديث: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. المؤمن لا يعيب طعامه. نحن عم نشوف اليوم انه كثير من الناس ما بيعجبها الاكل، امه بتعمل اكل ما بيعجبه، مرته بتعمل اكل ما بيعجبه. يعني هذه مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. بعدين أن تسمي الله سبحانه وتعالى وأن تأكل بيمينك، والنصوص في هذا كثيرة جدا. الأكل من جوانب الصحفة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. كمان أيضا من آداب الطعام، إذا وقع منك شيء على الأرض والأرض كانت نظيفة فبتشيل ما وقع، تغسله وبترجع تاكله. بعدين في شغلة كمان نحن لا ننتبه لها. شو المشكلة؟ أنه الزوج طعم زوجته بيده أو العكس. يعني هذا موضوع طعام بالخطبة بتلاقيهم كتير متحمسين، بعد الزواج بينسى. كمان أيضا من آداب الطعام أن تحمد الله سبحانه وتعالى. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الطعام: الله الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول ولا قوة مني، أو من غير حول ولا قوة. كمان من الآداب أنه أن تدعو لمن دعاك إلى هذا الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار. وأكيد لما بنروح على الجامع اجتناب الثوم والبصل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.